انا يوم المحشي الحقيقه بيبقى مثير جدا للشجن بالنسبه لي. اخر مره عملت محشي المرحوم جوزي اكلوا من هنا وربنا افتكروا من هنا. انا اول ما بدي ماهر طبق المحشي ومعاه البط يخلصوا من هنا ويقول لي انا حران، وبعدها اسمع احلى كلام. غريبه، عصام بيعمل معايا كده بالظبط. يا بختكم، انا الحقيقه ما لحقش يقول لي اي حاجه خالص. عمل ايه؟ عايزه ايه؟ وراح متكل على الله على طول. عايزه ايه؟ تعمل ايه يا ستي؟ بعد اذنكم جاي على طول. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لسانك وريالتك على ورق العنب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بلزقها عشان ما تشلحش على النار. يا ستي بتلزق ايه؟ بتلزق ايه؟ حرام عليك، حرام عليك. سو من فضلك خدي الخلطه دي اللي بيحطوها جوه ورق العنب، هاتي حاجه جديده عشان هم يعملوها، وهاتي معاها سيلوتاب عشان ما يشلحش وهو في الكسرونه. وانت قاعده كده ايه منظر يا حبيبتي ولا ايه؟ مش شايفه هما بيعملوا ايه؟ خلاص مش عاجبك نرجع المكتب يلا يا ولاد. لا مين ده؟ مين اللي يرجع المكتب؟ امال مين اللي هيلف المحشي ده؟ لا يا حبيبتي انا بطلت شغل خلاص، انا بقيت مديرة البنزل. طب وانا دلوقتي هعمل ايه يعني؟ انتوا عارفين ان في ازمه شغالين. انا لسه عامله مانيكير شوفي، وما اقدرش الغوص ايديا ابدا في البتاع ده. معلش احشوا انتوا بقى. يلا هتقعد تسمعني ولا ايه؟ يلا عايزك تحكي ومش عايزه اشوف لسانك ده ابدا. ما تعملش كده، فاهم؟ غيرك دي ما تعملهاش، فاهم ولا لا؟ يلا صاحبي هيموتوا من جوع. انا عايزه افهم بقى، احنا بنشتغل عندكم في البيت ولا بنشتغل معاكي في المكتب؟ احمدي ربنا نبقى اعلمك حاجه جديده. يلا تفتحوا كيترينج. كترين كتر خيرك يا اختي. الرز بقى مش متطبخ كويس، وبعدين انا مش عارف اعملهم كلهم صغيرين ولا اعمل لصاحباتها بوبات. شوف يا استاذ حسين، ما اجتمعت امرأتان الا وسكت الشيطان ليستفيد من خبرتهم. اشحال دول ثلاثة، يعني انت لازم تقف جنبي عشان ترجع لي حقوقي وتساعدني. ايوه اشمعنى انا؟ قولي بصراحه، تحدث بلا حرج. بصراحة مش هتزعل؟ لا مش هزعل. عشان هي منفضلك زي بالظبط ومش عايزة تتجوزك زي بالظبط. وعلى رأي الأستاذ محمود المليجي، اللي بيحب قوي بينجرح قوي، ودوا الجرح الانتقام، وأنا لازم أنتقم. ده الاستاذ محمود المليجي متاكد؟ كلنا في الهوا مجاريح طبعا. نونه ايوه، بس انا حسين فهمي ارفع قضيه سب وقذف عليها؟ طب ازاي؟ انت تيجي معايا عند وكيل نيابه وتشهد انها شتمتني، لما هو يعرف ان انت المحامي بتاعها وجاي تشهد معايا خلاص ينهي الموضوع ويفككها. يا سلام. طب افرض ده حصل وده ما حصلش طبعا يعني، وجيت معاك، كبير القضيه دي ايه؟ غرامه وبس. لا انا هثبت انها غير كفء لمهنه المأذونيه، واطلب حذف وشطب اسمها من دفتر المأذين كلهم. قول امين. امين مين يالا؟ تشطب مين يالا؟ ايه؟ بص انا هقول لك بقى زي ما قال الشاويش عطيه لرجب، هو بغباوته. وزي قال مين بقى؟ المرحوم علاء ولي الدين حبيبي، قال ايه بقى؟ كله ضرب كده، مفيش شتيمه يبقى في ضرب، مفيش شتيمه ولا اصلا ما ضربك يالا. والله يا ويلو هتوحشنا، بس طالما ده مستقبلك مش ممكن ابدا اقف في طريق سعادتك. اوبس البياع الاصلي. انت ما صدقت يا نونا؟ بقول لك هلف لفه كل سنه اللي هي بتبقى قبل رمضان، هبقى زي المسحراتي على كل المخرجين. انا خلاص زهقت يا نونا، نفسي اطلع في التلفزيون بس بكلمه واحده، كلمه. ابويا اتعقد نفسيا الاسبوع اللي فات، قال لي عايز اوديك مركز تخاطب الاطفال اللي هم بتوع النطق دول. انا فعلا عمري ما شفتك في مسلسلات بتتكلم. هعمل ايه بقى؟ المخرجين بيستسهلوا يشغلوا بقى ايه، عارفه صاحب دي قريب ده، انما الفنان اللي جوايا مسجون. مع انك موهوب يا ويلو. يا سلام. هو انت عارفه اللي مشغلنا عندك ايه؟ احساسك وموهبتك العاليه. نونا انت عندك احساس اعلى من مخرجين السينما والمسرح، عشان كده بخاطب الاحساس والسنس العالي ده، وعايزين 500 جنيه حق الصور والسيديهات. طب بشرف انت فنانه. بشرف انت نصاب وواطي، ومع ذلك ماشي. لما يجي مندو هخليه يديلك. ولما مندو يجي مضيع وقت ليه بقى ان شاء الله؟ معقوله
30 جنيه مره واحده؟ 30 جنيه يا نونه؟ بقول لك صور وسيديهات، يعني اروح لمخرجين، عايز شكلي يبقى نظيف يعني. طب يعني خليهم 100 جنيه وحياه ابوكي. حلفتني بالغالي، ما تعملش كده تاني. 10 جنيه. ايه؟ بقول لك وحياه ابوكي. 6 جنيه ومش هغلي عن كده. طب وانت جاي على نفسك قوي ليه كده؟ كتير قوي 6 جنيه. الله، الحمد لله. ألف هنا وشفا، الحمد مطرح لله. ما يسري يمري على قلبك يا رب. بس انا خايف كده لا كرش وربرب. يا اخويا كرش وربرب براحتك، قال على رأي المثل كله يدك الجوان ما طلعش تخن يطلع قوة. بس ايه رايك بقى شويه ورق عنب وشويه بط جمال قوي 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 يرموا العظم بصحيح. تسلم لي. قومي بقى يا سميه يا حبيبتي، اعملي لي بقى كوبايه شاي كده حلوه عشان احبس بيها الاكل الجميل ده لحسن جدتي مرصصه من البرد. برد ايه؟ اشمعنى ماهر بيه وعصام بيه لما بياكلوا الاكل ده بيسخنوا بيقولوا احلى كلام؟ وانت ايه اللي عرفك ان عصام بيه وماهر بيه لما بياكلوا الاكل ده بيسخنوا وبيقولوا احلى كلام؟ طب انا سخنت وهقول لك احلى كلام. قول يا حبيبتي كمان حته. ايه يا سو؟ اللي في وشك ده؟ اسأليها. صاحباتها قعدوا يقولوا قدامي عملوا رجالتهم بط ومحشي والرجاله سخنت وقالت لهم احلى كلام. وانت صدقتي؟ السخونيه بانت على وشي اهو. رضا قطعني. طب روحي الله يسامحك. اجري. لا انت ايه اللي قاعدك على الكرسي ده؟ يا ساتر. ايه ده؟ ايه القرف اللي في وشك ده؟ دخل علينا كده من غير ما تغسل وشك؟ يعني عايش مع حيوانات؟ والله انت اضرب نفسك بقى يا بنت عم. ما يعني انتوا عايزين انتوا تقعدوا تاكلوا وانا اروح اغسل وشي وتخلصوا الاكل؟ ده انتوا شايلين اللوز، ده اللي يدور عليكم يلاقيكم شايلين معدتكم اساسا. وانت بشكل زورك وقاعد بتاكل معانا ليه؟ انت مش عايز تشتكيني؟ اشتكيكي ده هناك يا بنت عم في المكتب، احنا هنا في الشغل، احنا هنا في البيت. لا شغل ايه؟ خد فطارك واطلع اوضتك واطفح فوق لوحدك يلا. طلبية عمي، الله يرحمك يا عمي. ايوه صحيح فكرتني. الله يرحمه جاني في المنام وبص لي كده وقال لي يا صفيه، هو الواد الغتت اسمه راجب ما بيجيش يزورني في القرفه ليه؟ لازم تروح تزوره ولو مسك فيك خليك هناك. سوا سوا يا مرات عمي ان شاء الله. انت سد نفسي. انا هقوم اغير هدومي واروح الشغل، اروح مكتبي. عايزه حاجه يا ماما؟ عايز سلامتك يا رحمن. امال عم علي بيقول اساليها ليه؟ حكايه عم علي دي قولي عمو علي. عمو علي؟ قولي له عمو علي مامي صافي بتسلم عليك قوي قوي وبتقول لك ما تستغناش عنك ابدا. فهمت. الهي اطلع عليك طلعت رجب يا رجب. يا فندم كله هيبقى موجود قبل الميعاد طبعا بوقت كافي، 30 دقيقة على الأقل قبل الفرح. أوكي مع السلامة. يا النجاح ده طعمه حلو قوي، مسكر كده. يعني خلاص مش هتسافر وتسيبني يا مندو؟ أسافر فين أنت هبلة؟ أنت بتصدقيني؟ طب أسافر وأسيبك لمين؟ أنت مش أختي، أنت بنتي. بس انا كده هعيط. ايه يا عم الاحساس العالي ده من امتى؟ بس برضه بنت قليلة الأدب. إيه الطول ده كله؟ ايه يا عم الفصلان اللي انت فيه ده؟ انت فصلتني على فكره، ده انا صدقت ان انت رأفت الهجان وانا شريفه اختك. تعالي لي بقى. شريفة أخته دي كانت شريفة أصيلة، كان كل يوم وهو رايح المدرسة الصبح بتحط له في شنطته بيتزا وريش، مش كل يوم هات هات هات. ده ايام ما كان طفل عمره 2 سنين كل يوم بتديله ريشه علشان عارفه ان هو هيطلع بطل. ايه ده؟ قصدك ان انا ما ينفعش اطلع رأفت؟ لا يا حبيبي انا قصدي ان ما ينفعش طفل عمره 2 سنين ياكل ريشه 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 ريشه. البيت عايز اكل ريشه. يا نونا المثل بيقول طباخ السم بيدوقه، مش معقول يعني تبقي بتجوزي الناس دي كلها وانت عايزه اللي يجوزك. ومين قالك ان انا عايزه اتجوز؟ انا قدامي حلم كبير لازم احققه، لازم انجح في شغلي علشان يبقى لي كيان، وبعد كده ممكن ابقى